شبابنا الغاليين، شباب ثانوية عامة، ازيكم؟ يا رب نكون بخير. هنبدأ نحل معاكم الاسترشادي بتاع فرع الابلايد. هنبدأ نمسك جزء جزء ونقول نوتس على كل حاجة الأول، بعد كده نحل ملزمتك ونوتس ورايا عشان لو في حاجة ناسيها. يلا نبدأ مع بعض. أول سؤال في الابلايد 2025 2026. يلا بينا. مش محتاج أقول لك إنها أسئلة مهمة وإنها أسئلة فيها تفكير. يلا نشوف مع بعض أول سؤال. قبل ما ابدا اول سؤال، في معلومه كده لازم تكون عارفها. هو اصلا يا مستر يعني ايه كلمه مومنت؟ كنا قلنا قبل كده ان لو انا باضي واقف كده، اي فورس بتاثر عليا بتخليني اتحرك. يعني لو واحد زقني كده هتحرك كده، واحد زقني كده هتحرك كده، واحد زقني كده هتحرك كده، واحد زقني كده هتحرك كده. لكن لو انا مربوط، ماشي، مش مربوط افتكر، لو في بادي مربوط اهو، البادي ده انا لو زقيته هيعمل روتيشن. فمعنى كلمه روتيشن دي بنقول عليها انها ايه؟ ان الفورس اللي بتخلي البادي از اباوت روتيت دي اللي بنسميها ايه؟ مومنت، او روتيت بنسميها مومنت. وطبعا المومنت احنا قلنا كان في كذا نوع. كان في روتيشن بوزيتيف وفي روتيشن مع الساعه بنيجاتيف. تعالى كده نبدا نتكلم على كل الكلام ده. اول معلومه، يبقى انا قلت لك كلمه المومنت ده عباره عن فيكتور بتخلي البادي اباوت تو ايه؟ تو روتيت. طبعا كان عندنا حاجه اسمها الفيكتور، وكان عندنا هنا في المومنت العادي. لو انا عندي هنا في فورس، الفورس بتاعتي كنت بسميها اف اوف اكس وبسميها اف اوف واي. لما يقول لك اكتس ات بوينت ايه، يعني معنى كده في بوينت اسمها ايه موجوده عندك. وهنا في هجيب المومنت اباوت بي. فخلي بالك ان كنت بقول عليها مومنت اباوت بي، فاول ما اقول لك مومنت اباوت بي يعني البادي هيروتيت اباوت بي. وطبعا دي كانت عباره عن ار كروس اف، وقلت لك طالما هقول مومنت اباوت بي يبقى الار بتاعتي لازم تبدا ببي. فالار بتاعتي عباره عن بي اي، وبي اي كانت عباره عن اي ماينس بي. بعد كده هنعمل الكروس برودكت. ما هو دلوقتي الار بتاعتي اللي هي عباره عن بي اي اللي هي كانت عباره عن اي ماينس بي بتطلع اوردر بير. وكلمه اوردر بير يعني يطلع اكس وواي. وكان عندي الفورس بسميها اف اكس واف اوف واي. طبعا الكروس برودكت كنت بعمل الاكستريمز ماينس المينز ونكتب البربنديكولار عليها الكي. وكان كمان يا صديقي كان عندي حاجه اسمها اللينس اوف ذا بيربنديكولار، كان عباره عن نورمال مومنت اوفر نورم الفورس. الا بقى لو انا مش هتعامل مع فيكتور وعندي فورس، خلي بالك ان معظم الناس بتشتغل دي، ناس ما بتحبش دي. انا عايزك مفيش معلومه ما تكونش عندك. فلو انا هقول لك عايز اجيب المومنت اباوت بي، لو كان بربنديكولار بنعمل الاف تايمز الهايت، لكن لو كنت نازل مش بربنديكولار كنت بعمل اف تايمز ال تايمز ساين سيتا. وخلي بالك ان انت لسه هتحط لي البوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا مش بحط بوزيتيف ونيجاتيف لان ده فيكتور شاكب راكب كده كله بحاجته. طبعا بنحط البوزيتيف والنيجاتيف، اللي بيكون ماشي مع ساعه بيكون بوزيتيف، عكس الساعه بيبقى نيجاتيف. في شويه معلومات برضو لازم تكون عارفها. ايه هي؟ ان لو كان المومنت من عند الاي قد المومنت من عند البي، عشان البربنديكولار قد البربنديكولار، فلو لقيت المومنت اوف اي او المومنت اباوت اي ايكوالز المومنت اباوت بي معناها ان الفورس بارالل تو اي بي. طيب لو انت بصيت هنا، الهايت هنا هو الهايت هنا، فخلي بالك ان المومنت من عند الاي هو المومنت من عند البي، لكن واحد ماشي بدايركشن بوزيتيف واحد ماشي بدايركشن نيجاتيف. فلو لقيت المومنت اوف اي هو المومنت اوف بي لكن ان اوبوزيت دايركشن، يعني ايكوال بس ان اوبوزيت دايركشن، معناها ان الفورس بتعمل بايسكت الاي بي. والعكس لو انا قلت لك ان الفورس بتعمل بايسكت الاي بي معناها مومنت اي ايكوالز مومنت اوف بي، بس طبعا الاثنين بالاوبوزيت دايركشن، لكن اللي بيكونوا قد بعض لو كان بارل. طبعا اخر واحده، لو بوينت ايه موجوده على الفورس نفسها يبقى ما فيش هايت، الهايت بزيرو، في الحاله دي المومنت بتطلع بزيرو. تعالى بقى نبدا نشوف اول سؤال. اول سؤال عندي في اكتر من فورس. قبل ما تحله قبل ما اقرا انا لازم الاول اعلمك انا بفكر ازاي. خلي بال حضرتك ان لما يكون في اكتر من فورس ممكن اجيب حاجه اسمها الريزلتنت. اجيب الريزلتنت لو كان F1
واف 2 واف 3 كلهم بيأكتوا اباوت نفس البوينت. لكن في احيانا في فورس بوينت ايه بتاكت عندها، وفي فورس تانية من عند بوينت بي، وفورس من عند بوينت سي. فانا اول ما لمحت لقيت في اكتر من فورس، يا ترى كلهم اكتس ات ايه؟ يبقى انا هجيب الريزلتنت. لكن في ساعات مسائل عندي في فورس F1 اكتس ات A، فورس 2 اكتس ات B، فورس 3 اكتس ات C. في الحاله دي ما بجمعهمش على بعض. لكن هنا انا هجيب حاجه اسمها الار، وطبعا الار ده عباره عن الريزلتنت، يعني هعمل F1 بلس F2 بلس F3، او نكتبها بالراحه عشان الناس اللي عايزه يبقى كده F of 1 F1 بلس F2 و F3. يلا بينا. اتاكد حضرتك من الاي والجي مش متبدلين، اي جي اي جي اي جي. ماشي. 2 نيجاتيف 5 5 1 نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4. لو عملتهم بلس ادي 2 بلس 5 7، شيل منهم 1 يتبقى 6. نيجاتيف 5 وهنا نيجاتيف 9 يبقى نيجاتيف 8. ماشي. ممكن اسميها اف بس. اوكي. طب تعالى نكمل. قال لي كلهم اكتس اباوت ايه، يعني معنى كده لو قلت ان الاف بتاعتي اللي هي 6 ونيجاتيف 8 بتاكتس اباوت ايه، وبوينت ايه مديها لك ب 3 و4. بعديها بيقول لي then the length of the perpendicular drawn from B. يعني لو انا عندي بوينت اسمها B، البوينت B ب 5 و3، انا دلوقتي عايز اجيب لينس البربنديكولار. طب ما هو انا عارف ان الهايت اصلا عباره عن نورمال مومنت اوفر نورمال فورس. طب ما تيجي في الاول نجيب المومنت بكام حضرتك. عشان اجيب المومنت هنا اسمه مومنت اباوت بي، يبقى عباره عن ار كروس اف، والار بتاعتي طالما هنا بي فانا لازم ابدا من البي، يبقى بي ايه كروس الاف بتاعتي اللي هي 6 ونيجاتيف 8. وطبعا لازم نجيب حاجه اسمها بي ايه اللي هي الار، وطبعا بي ايه كانت عباره عن ايه ماينس بي. الاي بكام؟ ب 3 و4. البي بكام؟ 5 و3. فتطلع هنا 3 ماينس 5 نيجاتيف 2 1. هبدا دلوقتي اعمل الاكستريمز ماينس المينز. لو عملت الاكستريمز هتطلع 16 ماينس المينز هتطلع 6، وما تنساش تحط لي الكي. يبقى معنى كده هنا دي هتطلع ب 10 كي مش 10000 يا ظريف. ماشي. هتطلع هنا نورم، ده نورمال مومنت ب 10 ونورمال فورس. الفورس بتاعتي 6 باور 2 بلس نيجاتيف 8 اور باور 2 برضه ب 10. الحلاوه دي نعملها بالراحه بقى. 6 سكوير بلس نيجاتيف 8 سكوير هتطلع 10 اوفر 10، تطلع ب 1 لينس يونت عشان ده لينس البربنديكولر. اوكي ماشي. شوف السؤال اللي بعده. يلا بينا. عندنا سؤال تاني بيقول لي يونيفورم رود. خلي بالك ان الرود عندنا في منه 3 انواع. كلمه يونيفورم رود يعني الويت بيأكت في الميدل. كلمه نون يونيفورم رود يعني الويت بيأكت بس مش في الميدل، بس مكانه ثابت، بس انا مش عارف مكانه فين. فساعتها بنرسمه كده اي حاجه وخلاص. وعندي حاجه اسمها لايت رود. مش منور، انت اللي منور يا حبيبي. لايت رود يعني رود ويتلس. هو هنا يونيفورم رود. هو ليه كده حاجته صغيره كده؟ مالك يا حبيبي؟ مفيش حاجه خلاص بقى فيها البركه. اول شويه حتى يبان ويت كده 12. كمل. بعديها بيقول لي يونيفورم رود اللينس بتاعنا 40 سنتيمتر، يعني دي 20 ودي 20. هو حاطط 10 وحاطط 10، مش هعرف انا ان دي كده 15. ماشي يا عم كمل. بعديه قال لي rests in a horizontal position of two supports at C و D. حاجته كلها برضه مش عجباني صنطوطه كده ليه يا ابني؟ مالك يا حبيبي؟ مالك الدنيا جرى فيها ايه؟ هنا هنكتب هنا R1 وده الرياكشن الاولاني. طالما حاجه سانده انا ايديا بتوجعني من السنده زي ما انا بسند، في حاجه اسمها رياكشن او نورمال رياكشن، وهنا دي هسميها R2. كمل. قال لي then the greatest weight. what the meaning of the greatest weight؟ اقول لك يعني ايه كلمه greatest weight من قبل ما اكمل. انا حضرتك لو انا علقت ويت هنا ممكن تعلق، لكن هيجي ويت معين اول ما علق يروح عامل ايه؟ يروح البادي اباوت روتيت. فلما يكون اباوت روتيت بدل ما كان ساند على تو سبورتس يسند على سبورت واحد بس تاني. ده كده ساند على كام؟ على تو سبورتس. اوكي.
ممكن احط ويت ويفضل ان اوكليبريم، لكن ممكن حضرتك لو انا نزلت كده يعمل ايه؟ يلف. طيب كم؟ قال لي then the greatest weight can be hinged at B. ماشي. طبعا حضرتك هنا هتسميه W عادي خالص يا ولد. such that ان الرود is still in equilibrium. طب تعالى دردش معاك عشان دي ليها اكتر من طريقه. حضرتك في الاول انا لو عملت هنا كده الويت، لو سندته هنا هيبقى about to rotate، يبقى خلي بالك هنا ان الرود is about to rotate، لان ساعات هو يجي يقول لك كده at D. معنى كلمه about to rotate at D يعني هيفضل ساند على الدي ونقول على السي مع السلامه يا شربات. وبعدين يبقى معنى كده خلي بالك ان في الحاله دي ده المنظر بس اللي هتعمل معاه. لو انت صايع ما تحلهاش بستبس. ايه ده؟ هو في مسائل ما تحلش بستبس؟ زي دي. طالما حضرتك دي قد دي هتكون ب 12. مستر نعم. افرض ما جاتش ايكوال، انا هتعامل انها ما جاتش ايكوال. وتعالى نشوف. طالما البادي از اون اكليبريم يبقى اللي فوق قد اللي تحت. R2 equals W. يعني كده اول حاجه كده هقول له ان R2 equals W بلس 12. والله يا ابني فيها 2 unknowns ما تنفعنيش. طيب انا دلوقتي طالما البادي از ان اكوليبريم هنا، فانت من حقك تجيب summation المومنت at any point equals 0. طب وانت مستر لو مكانك اجيب فين؟ انا حضرتك انا شايفه هو عايز الويت. طالما عايز الويت يبقى انا عايز احافظ على دي، هات لي المومنت about دي. يعني انا هنا هقول له summation المومنت about دي equals 0، واتفقنا طالما هجيب المومنت عندي دي نودع دي. يبقى معنى كده انا هنا كده حضرتك عندي تو فورسز بزيرو. في فورس حضرتك اسمها دبليو، ولسه هنشوف بوزيتيف ونيجاتيف، ولسه في فورس ب 12، ولسه هنشوف بوزيتيف ونيجاتيف. نرسم السيركلايه بتاعتنا، واي حاجه هتلف كده نيجاتيف فالويت هيلف كده يبقى بوزيتيف. وبنزل بربنديكولار من الدي على دي 10، وهنا طبعا ال 12 كده هتلف نيجاتيف وبنزل بربنديكولار عليها 10. يعني معنى كده 10 دبليو equals ال 120. يبقى ال W كام ب 12. مفاجأة مش كده؟ اوكي. بس الأسهل لازم تتعلم الصياعة. طالما هنا البارت ده قد البارت ده يبقى الحتة دي قد الحتة دي. نشوف اللي بعده. عملناها اخترنا اوكي. المنظر ده ايه؟ الكابل يا سنجل. طبعا في ناس فاكره ان الكابل لازم يكونوا اتنين، ده كان زمان. دلوقتي في حب من طرف ثالث، ممكن يكون في كابل بثلاثه، كابل باربعه، كابل عادي، جروب يا كده. ما تروحش دماغك لبعيد. لكن اصلا وات ذا مينينج اوف ذا كابل؟ الكابل كده عباره عن تو فورس بيلفوا مع بعض، ايد على ايد تساعد. اوكي. فبنقول هنا ان وات ذا مينينج اوف ا كابل ات مينز two equal forces equal in magnitude لكن in opposite direction and ايه مش في نوت same line of action. يعني ايه؟ يعني دي بتاكتف A ودي بتاكتف B، وطبعا الاثنين دول بيخلوا البادي is about to rotate، يعني يعملوا حاجه اسمها moment. كل ده اتقال كل ده. طبعا نفس الكلام يا اما بتشتغلها برضو برولز المومنت اللي انا لسه قايلها، يا اما فيكتور يا اما تشتغل بالعادي. لكن طبعا خلي بالك ان لو في اكتر من فورس هنا، بس لازم على شرط، لازم كلهم يكونوا سايكليك ولازم يكونوا بروبورشنال. يعني الفورسز كده سايكليك، فده كده احتمال يعملوا كابل. تاني بقى حاجه لازم تكون الفورس بروبورشنال مع السايد. يعني الفورس اوفر الاي بي لو ايكوالز اف 2 اوفر البي سي ايكوالز الاف 3 اوفر الاي سي ايكوالز كل الكلام ده اما، فانا اقدر اجيب الاريا فاقدر اجيب المومنت. المومنت كان بيكون يا بوزيتيف يا نيجاتيف على حسب الروتيشن، وبنعمل 2 تايمز الاريا بتاعت الفيجر. يعني ايه؟ ما هو مش شرط تكون على شكل تراينجل، ممكن تكون 4 فورس 5 فورس 6 فورس على حسب. فانت بتعمل الاريا بتاعت الفيجر اللي بيلفوا حواليه تايمز الام اللي احنا حاسبينها اللي هي دي. اوكي. تعالى كده نشوف السؤال اللي جاي، اكيد شكله على دي. نشوف مع بعض. ماشي. in triangle ABC AC ب 8 AB ب 7 120. مش مدي السايد التالت هنجيبه. طب السايد التالت يتجاب ازاي؟ ما هو لو كان رايت انجل تراينجل كانت جاب بايثاغورس. لو كان عندي سايد واوبوزيت انجل كان هيتجاب بالساين لو.
لكن الحلوه ده هيتجاب بالكوساين لو. تعالى كده افكرك بسرعه بالكوساين لو كان بيقول ايه؟ ان لو عندي تراينجل اسمه اي بي سي، دي كان اسمها اي سمول، دي كان اسمها بي سمول، دي كان اسمها سي سمول، دي كانت ب 120 وكان لينا رولز. كنت عشان اجيب الايه بعمل بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس 2 بي سي كوساين اي. يعني حضرتك هنعمل البي، هو دي كام 8 عشان ما بشوفش، يبقى هعمل 8 باور 2 بلس 7 باور 2 ماينس 2 تايمز 8 تايمز 7 تايمز كوساين 120، واللي هيطلع هنعمل له سكوير روت هتطلع ب 169، نعمل له سكوير روت هتطلع 13 سنتيمتر. ماشي، اكيد عايز الاف صح؟ طب بيقول لي هنا it show the forces measured in Newton and the form equable، عايز يعرف الاف بكام. طبعا ايه فكتها او ايه دخلت المساله دي؟ طالما الفورسز دي فورم ايكابل يبقى معنى كده ان في ريشيو ما بين الفورس والسايد بتاعها. الفورس بتتحط في سيركل والسايد بتاعها، الفورس والسايد بتاعها طبعا من غير كروس مالتيبليكيشن، دي نص دي نص دي، او دي عشان اجيب اللي فوق تايمز 2 اجيب اللي فوق تايمز 2 اجيب اللي فوق تايمز 2 تطلع 26. عايز يا معلم تعمل كروس مالتيبليكيشن مش عيب ولا حرام. نيوتن. اوكي، سؤال برضو في اللذيذ، تعال نشوف اللي بعده. عندنا سؤال تاني بيقول لي عندي body moves in a straight line its velocity is given of the function. اول ما يجي معايا كده velocity افتكر حاجه من الاثنين، هل يا ترى هعمل derivative اجيب acceleration، ولا اعمل integration اجيب displacement، ولا اعملها times ال v اجيب الباور، ولا ايه الكلام؟ هنشوف. بيقول لي هنا عندي ال v طبعا in terms of t، بيقول لي then the acceleration. طبعا خلي بالك برضو ان الاكسلريشن كان في منها تو رولز، يا اما الاكسلريشن كانت عباره عن derivative velocity with respect to time او v dv over dx. هتشتغل بانهي؟ طالما صديقي دي in terms of time يبقى انا هقول له الاكسلريشن عباره عن derivative velocity with respect to time. طب كان الديريفاتيف يا مستر بتاع الاكسبوننشال ايه؟ قلنا كانت الفانكشن بتنزل زي ما هي تايمز ديريفاتيف الباور. ديريفاتيف ده 2 تي، ديريف ده لين اي ما بتكتبش. طيب اكيد هديك التايم وعايز الاكسلريشن صح؟ قال لي حط التايم ب 2، لو حطيت التايم ب 2 ما يطلعش زيرو على طول هنا ويبقى قلت لي لا مش هتطلع ب 2. حط التايم ب 2، فلو حطيت هنا التايم ب 2 هيبقى 4 ماينس 2 ب 2، وهنا حطيت التايم ب 2 هيبقى 4 ماينس 4 باور 0، يعني 1 2 تايمز 1 ب 2. طبعا متر ولا سنتيمتر بقى، سنتيمتر بير سكند سكوير. يلا نشوف اللي بعده. عندنا سؤال تاني الماس فاريبل. يا اختي اول ما اشوف الماس فاريبل افتكر على طول ان لو الماس كانت كونستانت الاف ايكوالز ام اي، لكن طالما الماس فاريبل يبقى دي اوفر دي تي بتاع الام في ايكوالز الفورس. في ثوابت طول السنه احنا بنقولها، شفت كذا هي يعني دايما كنت بخليك تتوقع السؤال هيقوله ايه. تعالى كده شوف السؤال بيقول لي ايه. عندنا الماس فاريبل مدي ماشي ابادي ماشي بيونيفورم فيلوسيتي، ماشي يونيفورم فيلوسيتي يبقى غالبا هديك الاس والتي واطلب الفي. كمل. ماشي بيونيفورم فيلوسيتي، اول ما يقول لي يونيفورم فيلوسيتي بنعمل ماجيك تراينجل بتاع الفلاحين ده الفي ايكوالز اس اوفر تي. بيقول لي هنا if the body covers 42 مدي دي 42 ومدي التايم 3، يبقى انا حضرتك هجيب الفي 42 اوفر 3 هتطلع بكام؟ ب 14 متر بير سكند ولا سنتيمتر؟ بس امشي معاها امشي معاها امشي معاها، متر بير سكند. ماشي كده وضحت، حلو بانت لبيتك على طول. قال لي اكيد عايز الفورس. طيب خلي بالك في هنا مغالطه ممكن تيجي في دماغك، معلش انا هخش بقى زخانيق دماغك اعلمك انا بفكر ازاي. مستر ايه يا قلب هو مش المفروض انت قلت لما يكون يونيفورم فيلوسيتي تكون نيوتن فيرست لو؟ حصل يمين قد شمال بس مفيش يمين قد شمال. ماشي طب عندي سؤال تاني يا مستر، قول يا حبيب قلبي. هو انت هنا مش المفروض الفورس ايكوالز ام ايه؟ امتى الفورس تكون ايكوالز ام ايه وامتى تكون الفورس ايكوال دي اوفر دي تي ام في؟
قلت لك حضرتك لما تكون الماس فاريبل يبقى في الحاله دي ان الفورس بتاعتي او الديريفاتيف بتاع المومنتم اللي هو ام في ده اساسا كان اسمه ايه؟ نيوتن سكند لو، كان الريت اوف تشينج اوف ذا مومنتم فاريبل مع الاف، يعني دي اوفر دي تي الماس بتاعنا 14 تي بلس 3، وهنا الفي جبناها في 14، كل الكلام ده ايكوالز الاف. هنعمل ديريفاتيف عادي خالص، يبقى هنا دي اوفر دي تي، خلي بالك سيب ال 14 زي ما هي، الديريفاتيف ده هيطلع ب 14 وديريفاتيف الكونستانت بزيرو، خلاص بقى شيل دي، يعني 14 تايمز 14 بكام؟ 14 باور 2 بكام؟ يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه، خلي بالك هنا في خازوق. ما هو الخازوق؟ بص ابن اللذينه، بص ابن اللذينه، اذا انت مش هتختارها لا يا ماستر، ما انت عمل لا يا حبيب قلبي، دي بالايه؟ بالنيوتن، ودي بالايه؟ بالكيلو جرام ويت، يبقى لازم نعمل كونفرت، وكنت عشان اعمل كونفرت فروم نيوتن تو كيلو جرام ويت كنا بنعمل ديفايدد 9.8، فهتطلع معايا 20. سؤال مش جدع، ما بحبش السؤال لما يكونش جدع، عارف ما كانش حاط لك ال 196 في التشوز، بس يعني سؤال مش جدع. ان شاء الله كده الامتحان اللي حاطط لكم يكون حاططهم راجل جدع، ادعوا بس. السؤال اللي بعده عندي نون يونيفورم رود، اول ما يقول لي نون يونيفورم رود يا صديقي يبقى معنى كده الويت. يا ولد مالك يا ولد اتضايقت ليه؟ مش بتحب النون يونيفورم؟ طيب كمل، اسمه اي بي، اوكي، وبعدين يقول لي مايل ايه في الدنيا عدل، سيبوه مايل. اي بي از نون يونيفورم رود، اللينس بتاعه 24 سنتيمتر ريستس ان تو سبورتس، واحده من عند سي واحده من عند دي، من A للسي 5، من A للسي 5، من B للدي 9 اطول شويه، ماشي، دي R1 ودي R2، ماشي، دول 14 هو 24 يبقى الحته اللي في النص 10. طيب قال لي if the road is about to rotate، لما ويت يكون ب 20 يتحط at B or weight 18 يتحط at ايه؟ عايز الويت طبعا. طيب بص بقى خلي بالك ان دي تو كيسز، هنا الفيرست وهنا السكند، وطبعا طالما مدي تو كيسز فانت ما تستعجلش انها تتحل من اول مره، يعني انت من اول مره هتطلع بمعلومه، تاني مره هتطلع بمعلومه، تعمل سولفنج للمعلومتين مع بعض. طب بص بقى بالنسبه للويت، الويت ما تقوليش حطه في النص، انا قصدي احطه كده على جنب بعيد، وكمان انا عارف هو قال لي الويت بكام، لا هو عايز الويت اوف ذا رود، ماشي، هنا الدبليو دي كده الانون. طيب انا هسمي اي بي سي، سميها ايه حضرتك؟ انا مش عارف اللينس ده كله كام وما تقدرش تقول لي ان دي قد دي، لكن انا عارف ان كله شاكب راكم، طالما كله 24 شيل منهم ال 14 دي كلها 10، وطالما دي 10 سنتيمتر في حته اسمها اكس يبقى الثانيه اسمها ايه؟ 10 ماينس اكس. اول مره هنحط الويت هنا ونطلع ايكويجن، تاني مره هنحط الويت هنا ونطلع كمان ايكويجن، بالراحه بقى نقرا. قال لي ايه من اول هنا؟ if the road is about to rotate، لما احط 20 من عند البي، بالراحه بقى، لو حطيت حضرتك هنا ويت من عند البي، ما قالش ويت كام؟ لا قال لي 20، لو حطيت هنا 20 عند البي هيلف، ويوم ما يلف هيلف كده، يبقى مع السلامه يا ار1. وهنبدا دماغك لازم تكون شايفه انون 2 3، مين اهم انون عندي؟ الدبليو، يبقى انا دايما عايز اخلص من مين؟ من ار2، واللي اخلص منه اعمل ايه؟ هات المومنت عنده عشان يمشي، يبقى انا في الفيرست كيس هقول له ايه؟ سميشن المومنت about دي بزيرو،
ماشي؟ طب وبعدين لو جبت المومنت اباوت دي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى دي كده باي باي، وهتبدا نعمل الروتيشن بتاعنا. ال 20 هتلف نيجاتيف تايمز ال 9. طيب اللي بعده بالنسبه للويت، الويت هيلف ايه؟ الويت هيلف بوزيتيف، ماشي، تايمز لينس البربنديكولار كام؟ 10 ماينس اكس. كل الكلام ده بكام؟ بزيرو. مشكله. ايه المشكله؟ المشكله ان انا كنت فاكر ان الويت هيطلع على طول، ده انا عندي ويت وعندي اكس. سيبها سيبها. تعالى بقى نشوف الكيس الثانيه. الكيس الثانيه هنشيل ال 20 ونحط ويت تاني ب 18 من عند الايه. يلا يا معلم حط هنا ويت 18 من عند الايه. لو حطيت ويت هنا 18 من عند الايه قال لي برضو suspended at ايه، برضو about to rotate. المره دي ده يوم ما هيلف كده، فباي باي مين؟ باي باي ار2. فبقى عندي دلوقتي ار1 unknown والويت unknown والاكس unknown. طيب انا عايز اخلص منين؟ من ار1. ليه؟ عشان يجي لي ايكويشن ثانيه فيها الدبليو وفيها الاكس. فانا حضرتك هنا هجيب اقول له سمشن المومنت عند السي بزيرو، فده باي باي. يبقى حضرتك هنا في عندي 18، ال 18 دي هتلف بوزيتيف تايمز 5 بلس الويت هيلف نيجاتيف تايمز الاكس. كل الكلام ده بكام؟ بزيرو. تعالى بقى نشوف هنشتغل ازاي بقى. وبكده احنا خلصنا ثالثه ثانوي. احنا دلوقتي اللي قصادنا ده شغل اعدادي. طيب انا شايف هنا لو عملت هنا 5 تايمز 18 هنا 40 دي تطلع 90، ودي هتروح الناحيه الثانيه دبليو اكس. ماشي، هقول لك على حاجه حلوه. دي لو عملتها هتطلع نيجاتيف 180 وسيب لي دي دبليو 10 ماينس اكس. هقول لك انا هعمل ايه دلوقتي. وديها لي هناك يبقى دبليو 10 ماينس اكس ب 180. بص بقى يا صديقي انا هعمل ايه. انا شايف ان فيها طبعا انت ممكن تقول دبليو اكس بكام على طول، ليها اكتر من طريقه. يعني هي ليها اكتر من طريقه. انا ممكن اقول ان دي 10 دبليو ماينس دبليو اكس ب 180. دي برضو ظريفه. اروح شايل الدبليو اكس وحاطط مكانها 10 دبليو ماينس 90 ايكوالز 180. يبقى 10 دبليو دي لو وديتها هناك تطلع 270، يعني تطلع الويت ب 27. مستر مش عجباني. تعال اقول لك على طريقه مختلفه. لو انت حضرتك يعني بتتعب، بص كده دي وبص دي. لو انت خدت بالك ان هنا دي دبليو اكس equals 90 والثانيه دبليو 10 ماينس اكس equals 180. اعمل كروس مالتيبليكيشن، هات الاكس وارجع عوض في دي. اشتغل ازاي؟ انا مش جاي احل، انا جاي افكر. يلا بينا يلا بينا، كفايه عليها كده. شوف فكره جديده. عندنا سؤال تاني بيقول لي اي بي سي دي از ا ريكتانجل. الريكتانجل فيه شويه بروبرتيز كده لازم نكون عارفينها. والريكتانجل وحش في حاجه، وحش ان الدايجونالز بتاعته مش بربنديكولار. الدايجونالز بتاعته بربنديكولار السكور والرومبس. لكن الحلو فيه في الريكتانجل ان التو دايجونالز ايكوالز، يعني دايما التراينجل ده ايسوسلس، دايما التراينجل ده ايسوسلس، دايما التراينجل ده ايسوسلس، دايما التراينجل ده ايسوسلس. نمشي ونشوف. يقول لي عندي ريكتانجل اي بي ايكوال 6 سنتيمتر، يعني الحته دي ب 6 سنتيمتر، بعديها السايد ده ب 8 سنتيمتر. مش محتاج اقول لك ان اي دايجونال فيهم بايثاغورس يطلع 10. قال لي عندي تو فورسز اف واف in the direction parallel دول equivalent couple its norm. المومنت بتاعه ده find الاف. والله يا صديقي انت بتغفلني. انا عندي اف واف، وعندي حضرتك 8 و8، وعندي حضرتك 12 و12، ولازم يكون في ما بيننا صراحه. ده احنا في ما بيننا سنين حضرتك. في ايه اللي انت بتعمله فينا ده؟ هو بيقول لي ان المومنت بتاعنا النورم بتاعه 40. يعني خلي بالك ان النورم هنا ب 40، يعني معنى كده النورم ممكن يطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 40 على حسب المساله. وحضرتك هنا في احلى 3 قابل للبشوات. يلا بينا نشوف الكلام بقى ماشي على ايه.
نبدأ نشوف كده الروتيشن بتاعتنا. الروتيشن طبعا أي حاجة ماشية مع الساعة بتكون نيجاتيف روتيشن. نبدأ بمين؟ بالاف والاف، لا خلي اف في الآخر. تعالى نبدأ بال8 وال8. ال8 وال8 حضرتك أنا هحط ال8 هحط قبليها بوزيتيف ونيجاتيف وهننزل. والله وانا بنزل لو جايه بربنديكلر لا 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 لا، مش جايه بربنديكلر وصل ما بينهم وخد ساين الانجل ما بينهم. بالنسبه لل8 وال8، ال8 طالعه لفوق بوزيتيف ودي برضه بوزيتيف اكيد، اللي بيوصل ما بينهم 8، يعني 8 تايمز 8 ادي احلى 64. تعالى نبدا نتكلم عن ال12 وال12. ال12 وال12 ال12 هتلف نيجاتيف صح كده؟ لفه نيجاتيف، البربنديكلر عليهم اللي هي 6 يبقى نيجاتيف 72. تعالى نبدأ نتكلم على الأخرانية بقى اللي هي مين؟ الإف والإف. الإف حضرتك دي طالعة لفوق يبقى بوزيتيف إف. لو حاولت أنزل بربنديكلر ما تقوليش إن دي ب 90، لأن هو قال لك إن دول باراليل، فوالله لو أنت قلت دي 90 كانت دي ب 90، بس ده كلام غلط، لأن أنا عارف إن الدايجونال مش بربنديكلر، يبقى هي تركية المسألة إنك تجيب لي الهايت. مستر ما بحبش أجيب الهايت، ما تجيبوش. احلها ازاي؟ هقول لك. وصل ما بينهم، وطالما وصلت ما بينهم خد ساين الانجل. يعني انا هنا هقول الاف تايمز الهايبوتنس ب 10 تايمز ساين الانجل ما بينهم. الانجل ما بينهم اللي هي دي كلها. انا لسه من شويه قايل لك ان التريانجل ده ايسوسلس، يبقى دي قد دي. فلو سميت دي سيتا وسميت دي سيتا فانا هقولها لك اللي هي ساين 2 سيتا. نوسع بس دي اف تايمز اي سي، اف تايمز اي سي تايمز ساين 2 سيتا. حط بوزيتيف ونيجاتيف ولا كانت ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طيب يبقى انا كده مطلوب مني اجيب ساين 2 سيتا، وساين 2 سيتا دي بالنسبه لك حاجه لعب عيال. ما هو انت عارف ان ساين 2 سيتا عباره عن 2 ساين سيتا كوساين سيتا، يعني انا هقدر اجيب ساين سيتا واجيب كوساين سيتا ونعملهم تايمز. طب اجيب منين ساين سيتا وكوساين سيتا؟ ده هو محترم قوي. عامل لك التريانجل عامل كده وحاطط لك هنا سيتا اهي A B، وهنا دي الحلوه دي 6 والحلوه دي 8، يبقى الساين اوبزيت وهايبوتنس وادجيسنت وهايبوتنس، يعني 96 اوفر 100 ولا كام؟ 2 times 6 times 8 divided by 100 هتطلع simplified 24 over 25. ماشي، تعالى نسمبل دي بس الأول. 64 minus 72 هتطلع بنيجاتيف 8، ودي هعمل 24 هتطلع ب 48 over 5. مرة نعملها 40 ومرة نعملها نيجاتيف 40. طبعا على الشيفت سولف بقى على طول، او عايز انت تجيبها بستبس انا برضو اعلمك ازاي الشيفت سولف لو انت مش عارفها، متاكد ان انتوا عارفينها، بس ادينا بندردش يا صديقي العزيز. انا هعمل نيجاتيف 8 وهعمل بلس وهعمل 48 اوفر 5 ونحط الفا ايكوالز وهنا 40 هتطلع شيفت سولف يا مستر. حاضر انا اسف. طلعت الاكس ب 5. اوكي، طب تعالى بقى نعملها لو هنا بنيجاتيف 3، مفيش نيجاتيف يبقى هي 5 بس على طول. يبقى تطلع هنا الاف بتاعتنا ب 5. لعبته في حته الساين تو سيتا بس ما فيهوش لعبه تاني. تعالى نشوف كمان سؤال. عندنا سؤال تاني، شفت فيلوسيتي شفت انترفال، يبقى فيها انتجريشن. لو كان طلب ديستانس بنعمل لو طلب ديسبيسمنت بنجيب انتجريشن راكب على طول. طالب ديستانس حضرتك هتقسمها تساويها بزيرو. طلب اكسلريتد وديسلريتد بتجيب في تايمز ايه. لسه هقرا زيك مش عارف السؤال. عندي فيلوسيتي، عندي body moved in a straight line such that its velocity ده
اكس نود. اوبا، ده عايز الاكس وعايز بعديها ديسبيسمنت، ما شاء الله. طيب بص بقى حضرتك، انسى لي دي دلوقتي، دي انت كانك مش شايفها. انا دلوقتي من الفي هجيب الاكس. انا عارف ان الفي عباره عن دي اكس اوفر دي تي. يا مستر ده هو عايز ايه؟ لا حضرتك، انا الاول لازم اتعامل مع الاكس، بعد كده الاكس الاول، بعد كده نجيب اي حاجه تاني. اعمل كروس مالتيبليكيشن. لو عملت هنا انتجريشن وعملت هنا انتجريشن، انتجريشن دي مش مدي مالكش دعوه بدي خالص ولا كانها موجوده. هنا في 1 انتجريشن 1 يدي اكس، وهنا مدي اكس نود، فانا ممكن اقول له ماشي، دي ليها ديفينيت انتجريشن من الاكس نود لحد الاكس، والاكس نود عندي ب 3. لو عملت انتجريشن ل1 ادى اكس، مره احطها اكس ومره احطها 3. لو عملت دي ديفينيت انتجريشن هزود الباور، هنا دي تطلع تي وهنا ازود الباور واعمل ديفايد عليها، يعني تطلع 16 تي ماينس 2 تي سكوير. هنا مش هديك ديفينيت انتجريشن، هديك كأني لسه مش شايفها دلوقتي. طيب وطالما خلاص هنا انا عندي ده كونستانت، يبقى الاكس ايكوال 16 تي ماينس 2 تي سكوير بلس 3. بعد كده هو اتكلم بقى عن ديسبيسمنت. ما هو خلي بالك ان في ريليشن ما بين الديسبيسمنت والايه؟ والاكس. طالما عندي الاكس بده اقدر اقول ان الاكس، على فكره ليها طريقه ثانيه، 16 تي ماينس 2 سكوير ده كده الاس. مره هحط من الاس 6 ومره هحط الاكس 2. لو حطيت الاكس 6 يعني 16 تايم 6 ماينس 2 تايم 6 باور 2، وهنا هحط 2، لا 16 الاول، ماينسهم هتطلع زيرو. مستر في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه طبعا. ممكن من هنا على طول. ازاي؟ في طريقه بس يعني مش بحبها قوي، ان على طول ممكن اجيبها في خطوه واحده. ازاي؟ بس في الحاله دي انا مش هستخدم دي، فعشان كده انا اتضايقت. فاقدر اقول ايه؟ ان انا ممكن اجيب الاس، هي عباره عن الانتجريشن بتاع الفي اللي هي دي من التي ب 2 للتي ب 6. برضه صح، هتطلع معاك زيرو. كلكم انتوا هتحبوا دي، بس انا حابب الصعبه، مش عارف ليه. اوكي، لازم تكون عارف دي وتعرف دي. انا بس اتضايقت من الموضوع ان هو ساعات دي اول مره يديها لك، دايما كان بيطلبها منك على طول، واحنا دايما متعودين نحل دي. بس انا عملت هنا عشان لو كان طلب منك الاكس بكام يبقى اسم مره قلتها، عشان السؤال ده ما بيجيش كتير. بس انا عارف كله هيحل بالازرق. يلا نشوف اللي بعده، يلا بينا. عندنا سؤال تاني بيقول لي if m1 to m2 3 to 4. طبعا هو هنا مش مديك الريل ويت او الريل ماس، هو مديك ريشيو ما بينهم. وانا عارف ان طالما m1 to m2 3 to 4 اقدر اقول على m1 equal 3m او 3k او 3 اي لتر، واقدر اقول على m2 على جنب، اقدر اقول ان m1 equal 3m، واقدر اقول على m2 equals 4m. فعلا لو عملت بينهم ريشيو تفضل 3 to 4. بيقول لي ايه؟ if m1 gained an initial velocity v، يعني انا اديت ل m1 اللي هو الماس القليل اديته فيلوسيتي. طيب خلي بالك ان انا ممكن اديله فيلوسيتي لفوق او اديله فيلوسيتي لتحت، هنشوف الكلام ماشي على ايه. قال لي and the displacement after 1 second is the same displacement after 4 seconds. طبعا ده سؤال صعباني. ليه صعباني؟ الفكره كلها هشد m1 لتحت اديله فيلوسيتي لتحت ولا اديله فيلوسيتي لفوق؟ هتقول لي مش هتفرق يا مستر. لا هتفرق. لو اديته فيلوسيتي لتحت هيفضل مكمل لتحت،
طب ما انت ايه مشكلتك؟ لا، هو بيقول لي ان الديسبيسمنت at التايم ب 1 second equal الديسبيسمنت after التايم before. ايوه برضه مش فاهم انت عايز تقول ايه. هقول لك بقى، هنا اجباري ان انا هديله فيلوسيتي لتحت. اشمعنى؟ هقول لك ليه. اصل انا لو اديته فيلوسيتي لتحت هو هينزل شويه، لكن التقيل ده هيقول انتوا ناسيني ولا ايه؟ يبدا يشد تاني ويطلع لفوق. لا بالراحه كده تاني. بص، هو الطبيعي ان التقيل هو اللي يشد. التقيل بيشد معروف. اوكي ماشي. لكن في الحاله دي انا الماس هنا 3، لو اديته فيلوسيتي لفوق هيفضل مكمل لفوق لحد ما يتعلق. لكن لو اديته فيلوسيتي لتحت ايه اللي هيحصل؟ لو اديته فيلوسيتي لتحت هينزل شويه، هنفتكر مع بعض الاتنين، هيفتكروا ان ده التقيل فلازم ده تاني يرجع تاني، فينزل شويه ويقف ويطلع تاني. يبقى الديسبيسمنت عند التايم 1 سكند قد الديسبيسمنت ات 4 سكند. طيب يبقى عشان كده انا عارف ان البادي ده هينزل كده وده هيطلع كده. طب كم؟ قال لي الديسبيسمنت قد الديسبيسمنت. حاضر. طبعا هي ناشفه زي المستشفى. انا عارف ان الديسبيسمنت اصلا في نود بلس هاف اي تي سكوير. في نود هو مسميها لي في، ماشي، او خليها في خطوه لوحدي. التايم ب 1 ماشي مش هكتبه، وهنا التايم ب 1 برضه مش هكتبه. هو قال لي الانيشال فيلوسيتي مسميها في، فدي هسميها في، والتايم ب 4. ولو عملت هنا 4 تطلع 16، يعني في بلس هاف A equals 4V بلس 8A. هو عايز الفي. طب ما سهل، انا عشان اجيب الفي لازم يكون عندي الاي. الاي ليها طريقتين، في طريقه صعبه وفي طريقه سهله. بنقول ايه؟ موشن ماينس انتي موشن ايكوالز ام اي، او نشتغل بالرول ده، اللي نازل ماينس اللي طالع، وحط الجرافتي اللي نازل بلس اللي طالع. هشغل لك في الاثنين ما تقلقش. نشتغل الاول بالطريقه الاطول عشان بالمره نفتكر بنشتغل بالطريقه الطويله كمان لو كان جايب لي مين؟ لو كان عايز يجيب التنشن. فانا هقول اللي نازل موشن 3 تايمز ام جي ماينس انتي موشن ايكوالز ام اي، بس الام المره دي بتاعتي ب 3 ام. التاني طالع تنشن ماينس الويت، بتحط الماس وتحط معاه الجرافتي ايكوالز ام اي. وبعدين لو عملت بلس، لو عملت لهم اد ايه اللي هيحصل؟ ده هيتكنسل مع ده على طول، اعمل اد، فهيتبقى عندي 3 ام جي ماينس 4 ام جي بنيجاتيف ام جي، وهنا 7 ام اي. باي 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 باي، يعني الاي بنيجاتيف 1 اوفر 7 جي، اللي هي نيجاتيف 1 اوفر 7 تايمز 9.8. وبكده ابقى خلصت. هعمل نيجاتيف 1.4 ماشي. هروح حاطط، انا لسه حلها بطريقه ثانيه، فهنا هعمل ايه؟ هتقول لي بص يا مستر ودي دي هناك، خليك بالازرق لسه، بحب انا كده ايه، احس ان انا لسه زي ما انا في نفس المساله. ماينس في، وهنا هاف اي ماينس 8 اي، يعني 3 في ايكوالز بقى، احط هنا مكان الاكسلريشن نيجاتيف 1.4. قولوا لي 3 في بكام؟ تطلع الفي بكام؟ الفيلوسيتي ب 3.5. حاضر. طيب مستر انا مش عايز اتعب نفسي في الحدوته دي. طيب ما تتعبش نفسك، احنا طبعا اتفقنا ان احنا فاهمين، بس بنقول احيانا بنديك طرق تبقى اسرع شويه.
بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا حضرتك ان انا عشان اجيب يا ولد، عشان اجيب الاكسلريشن على طول هكتب اللي نازل. مين اللي نازل؟ 3m ماينس اللي طالع مين؟ 4m، وهم تحت بس هنعملهم بلس، وتحط هنا الجرافت الجميله. يبقى هنا نيجاتيف ام وهنا 7m، وحط هنا الجرافتي. يبقى هنا تطلع نيجاتيف 1 اوفر 7 جي اللي هي نيجاتيف 1 اوفر 7 تايمز ال 9.8، هتطلع نفس الاكسلريشن نيجاتيف 1.4. اوكي ماشي. دي طالعه بكام؟ ب 10.5. ماشي شكرا شباب. سؤال فكرته حلوه. اوت اوف بوكس. انت متعود دايما ان التقيل بينزل، موشن ماينس انتي موشن ايكوالز ام اي. متعود دايما تجيب تنشن، ما سالش على التنشن. متعود دايما يقص، قلت لو هقص واحده فيهم بجيب في، طبعا دي كده كده في انيشال، بجيب في فاينل، وبعد كده في فاينل بتكون هي في انيشال بعد القطع. اوكي سؤال فكره جديده، ركز لي في كل الامتحانات، وما تقولش الامتحانات شبه السنه اللي فاتت، هي فعلا شبهها، بس برضو لازم تحل ده وتحل ده، وكل الفيديوهات باذن ربنا هتكون عندك. تعالى كده نشوف كمان سؤال. عندنا سؤال تاني قال لي a variable f. انا عندي نوعين من الفاريبل f. في الاف لو كانت in terms of t بتنفعني في الامبلس، ولو كانت in terms of s بتنفعني في الورك. طيب بيقول لي هنا ايه؟ a variable force m measured by Newton in terms of s يبقى work. وعلى فكره ده شويه دردشه، انا كده كده عارف ان انا هجيب work، وخلي بالك ان الورك ده هو اللي تشينج مين؟ تشينج ان كاينيتيك انرجي، وهو اللي تشينج ان بوتنشال بس بالنيجاتيف. فمش شرط في السؤال ده ان هو اداك الاف فانكشن اوف اس ان نطلب الورك بس. ما انا ممكن اطلب منك الورك، والورك اللي هو تشينج ان كاينيتيك انرجي، او نيجاتيف اللي تشينج بتاع البوتنشال. فانت عايزك زي ما فهمتك كده وقت زي ما كنا بنحل تشوز بتاع الحصص، عينيا تشوف حته تترجم هو عايز ايه. نكمل. مدي الاف، قال لي find، لا قال لي if the force F acts on a body then. بص هو طالب هنا طالب محترم جدا، انا عايز الورك انتجريشن. طب مستر معلش، هو انت ليه ما عملتش الورك ايكوالز اف دوت اس؟ لا حضرتك ده بنشتغل بيه لما يكون كونستانت، لكن طالما فاريبل بنعمل انتجريشن. وهنا الانتجريشن فروم 2 لحد 5، وهكتب هنا 3 اس سكوير ماينس 4 with respect to دي اس. وزي ما اتفقنا طالما هنا اس يبقى دي اسمها اس نود، وهنا اسمها اس فاينل. انتوا مش مظبوطه دي، ماشي هتطلع استنى قلت مش مظبوطه بس ماشي. هنا 105 جول. اوكي شوف اللي بعده، يلا بينا. سؤال في اللذيذ منه. الجزء اللي جاي اعتقد من ابو درجتين. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا عندي يونيفورم لامينا، ماشي، يعني الويت بيأكت في الميدل، والميدل في الانترسكشن بوينت اوف ذا دايجونس، بس ده كان ليسون وتشال يعني. فبيقول لي هنا ABCD is a uniform lamina in the shape of a rhombus measure of angle A ب 60. من ضمن البروبرتيز ان لو دي 60 هتكون دي 60 ودي 120 ودي 120. عافيه يا مستر؟ لا مش عافيه. الرومبس دول بيكونوا باراليل فده لتر يو، وبيكونوا باراليل فده لتر يو، بيكونوا باراليل فده لتر يو، فالصم بتاعهم ب 360. ومن ضمن البروبرتيز كمان بتاعه الرومبس ان كل سايد ايكوال ان لينث، ومن ضمن البروبرتيز بتاعه الرومبس ان الدايجونالز بيربنديكولار. يعني بحاول على قد ما اقدر نتكلم شويه. قال لي it's subtended from a small hole near to the center M. ماشي، يعني من عند الام هنا في ويت وهنا في رياكشن. كمل. قال لي تو فورسز 18 و18. ادي يا معلم اول كابل. ليه؟ انا بصيت بعينيا لقيت 18 طالعه و18 نازله، يبقى ادي كابل، وادي يا معلم احلى مومنت. وهنبص على الروتيشن ونعمل الفورس تايمز البربنديكولار ديستانس. لقيت بربنديكولار ديستانس خير وبركه، ما لقيتش بربنديكولار ديستانس اوصل ما بينهم ونحط ساين الانجل ما بينهم. كمل. قال لي acts
at او in بي اي ماشي، وعلى دي سي اهي اوكي. بعديها قال لي and two forces F و F، اعتقد دول هيطلب مني الاف كالعاده يعني acts at A and C and perpendicular to AD. يعني هو عامل كده perpendicular to AD، يعني بالبلدي هو عامل كده perpendicular to AD، يعني معنى كده بيقول لك ان AD ده الهايت اللي بيوصل ما بينهم، بس طبعا لازم اوصل ما بينهم لحد الاخر. كمل. عايز ايه؟ بس خلاص خلص الكلام. شطبنا. طالما اوكليبريم يبقى معنى كده ان انا عندي في كابل وفي كمان كابل المفروض ان الصم بتاعهم بزيرو، او الكابل ده ايكوال ده بس ان اوبزيت ايه دايركشن. انا هسال لنفسي شويه اسئله ممكن تلخبطك بس اعرفها. مستر ايه يا قلب المستر من جوه؟ هو مش المفروض هنا في ويت؟ اه يا حبيبي المفروض في ويت. المفروض هنا في نورمال رياكشن؟ اه يعني هي في نورمال رياكشن. ما انت هتعمل فيهم ايه؟ لا ما هو طالما ان اوكليبريم فهو بيقول لك ان هم شالوا بعض. المفروض طالما اوكليبريم يبقى سميشن المومنت بكام؟ بزيرو. اوكي، فانا على طول بقى هنا دول باي باي مع الف سلامه. عايز تخلص من الحوار ده هات سميشن المومنت عند الام بزيرو، ودي تبقى انضف طريقه. يلا كده نجيب سميشن المومنت، ولا نجيب سميشن المومنت عند حته تاني اسهل؟ هو طبعا لو جبناها خلينا عند الام، يلا عشان ايه؟ الويت والنورمال رياكشن. سميشن المومنت ات ام بزيرو، وعندي 2 فورس بلس كمان عندي كابل وعندي كمان كابل هيشيلوا بعض. تعال نبدا نتكلم عن الايتين. الايتين طالعه لفوق يبقى بوزيتيف 18. لو وصلت ما بينهم وطلعت بربنديكلر 100 فل و17. ما طلعش ما بينهم بربنديكلر وصل وحط ساين الانجل ما بينهم. انا شايف الايتين وشايف هو مش مدي السايد A B C D ماشي، سميها لي ال. فهقول له كده let السايد ال. في ناس بتحب تسميه تو ال، بس بنسميه تو ال اكتر في اليونيفورم رود على اساس ان هو ساعات بيكون جاي من عند الميدل ال وال، يعني مش عايز اهري كتير. المهم الايتين والايتين اهم، ادي الايتين وادي الايتين. عايز توصل ما بينهم بربنديكلر سهل. بص انا هدردش معاك عشان بس في ناس مش بتحل بالطريقه بتاعتنا. لو انت بتتفرج على الفيديو ومش باصص معانا كده من اول الترم، بص كده. في ناس تقول لي على طول انا هجيب لينس البربنديكلر طالما عندي الهايبوتنس اسمه ال يبقى ده اسمه ال ساين 60. اقول لك طبعا مظبوط، ما اقدرش اتكلم. لو انت ما بتحبش الطريقه دي واحنا اديتك طريقه احلى، ان انا مش محتاج انزل بربنديكلر ووصل ما بينهم وحط ساين سيتا، طلعت هي عشان الناس يعني احنا بندور على اسهل طريقه. تعالى بقى نبدا نشوف الاف والاف. الاف والاف واضح ان دي نازله كده يبقى نيجاتيف اف. طيب الغلاسه بس شويه في البربنديكلر ديستانس ما بينهم. حضرتك لو انت طولت ده كده لحد الاخر انا عايز ننسى البربنديكلر ما بين دول. هتقول لي ماشي، هتقول لي ده سايد اسمه ال، هقول لك مظبوط كلام جميل جدا. بص هو عامل لك ان دي كلها ب 90، او بلاش لا ابعد عن الشر وايه وغني له. طالما دي 120 يبقى اللي جنبيها كام؟ 60. يبقى دي كام؟ 30. بس انا مش عايز اقول لك انا جايبها من بربنديكلر دي عشان مالهاش علاقه، فخليك في هنا يا عم. هي مش عايز دي خالص، انا عايز الحته دي بكام؟ والله لو كان اوبزيت، كان بيتجاب بالساين. ما هو السايد ده الهايبوتنس اسمه ال، فده يتجاب ايه؟ ال كوساين 60. يعني ال بلس ال كوساين 60. شكرا انا خلصت. يا مستر دي فيها اكتر من انون. لا ما تقلقش، ال هتمشي. سيب ال 18، سيب ال ساين 60 بروت 3 اوفر 2، يعني 9 روت 3 ال. دي نيجاتيف اف ودي ال بلس ال كوساين 60 هي ساين 30 يعني هاف ال. بوزيتيف ونيجاتيف تبقى نيجاتيف.
1L وهاف L 3 over 2L. باي باي ال، باي باي ال، اطلعي بره. يبقى 3 over 2 F، وهنا 9 روت 3. اقدر اجيب الاف تطلع 9 روت 3 over 3 over 2. حسبونا دي يا شباب كام؟ اكيد مش دي. 6 روت 3. ماشي، ميرسي يا شباب، شكرا. نيوتن ولا كان ماشي كيلو جرام؟ اوكي، برضه سؤال حلو في اللذيذ منه، بس في فكره شديده شويه. تعالى كده نشوف اللي بعده. عندنا سؤال تاني، مدي فورس. المره دي الفورس دي كونستانت. فورس كونستانت ده فيه حوارات كتير، ده ممكن كمان تكون مومنت. عندي فورس ب 4I و 5G acts on a body to move from، يعني مدي S، to move from A to the position 8 within 2 seconds if the position vector بالكلام ده عايز ال change in potential energy. انا لسه قايل الفكره بتاعتها. بص كده حضرتك، انا عندي F محتاج لها S. لو عندي الاف والاس اقدر اجيبه الورك، والورك ده زي ما اتفقنا ليسون لعيب جدا. اللي تشينج ان كاينيتيك ايكوالز الورك، اللي تشينج ان بوتنشال نيجاتيف الورك. لو في برضه ريليشن ما بين الورك اعمل له ديريفاتيف يطلع لك الباور. فالورك ده من اهم الدروس اللي واقعه منك لازم تروح تلمه. تعالى بقى كده نقرا بالراحه. الفورس بتاعتنا ب 4 و5. قال لي acts to move from point A to position، اكيد دي بي بس اكيد دي غلطه مننا. قال لي within 2 seconds. قال لي if the position مدي الار. طبعا انا عارف ان طالما عندي الار ب 2 تي سكوير بلس 3 اي وهنا 4 تي بلس 1 جي، انا يا مستر طالما محتاج تشينج ان كاينيتيك او تشينج ان بوتنشال محتاج اجيب الورك، والورك اساسا عباره عن اف دوت اس. وانا طالما عندي الار اقدر اشيل الكونستانت تتحول لاس. جت منين؟ لان اصلا الاس عباره عن ار ماينس ار نود للمعرفه ليك. واتفقنا انا مش بشيل الكونستانت على طول، انا بشيل الكونستانت لو فيها اي لازم اعمل اس ماينس اس سوري، اعمل ار ماينس ار نود. تاني، مش في كل مسائل تشيل الكونستانت. انا بشيل الكونستانت امتى؟ لو ما فيهاش اي، لان لما بيكون فيها اي باور 0 بتطلع ب 1، يبقى لازم نشتغل بالراحه. لكن هنا دي السهله 2 تي سكوير و4 تي جي. وبعدين هو هنا قال لي خد قد ايه؟ قال لي خد 2 سكند. حاضر، يبقى انا هنا عشان اجيب الاس لما التايم يكون ب 2 اعملها بقى اوردر بير على طول. اوكي بعد اذنك يعني. حط هنا 2 يبقى 2 باور 2 4، 4 تايمز 2 8. حط هنا 8 برضه. ايه الحلاوه دي؟ يبقى الاس بتاعتي كام وكام؟ 8 و8. خلاص خلصت. انا دلوقتي عشان اجيب الورك، الورك اصلا عباره عن اف دوت اس. الاف بتاعتنا 4 و5 والاس بتاعتنا 8 و8. خلي بالك ان في فرق ما بين الدوت برودكت والايه والكروس برودكت. الدوت برودكت انا بعمل ايه؟ بعمل قلنا براكت بلس براكت، الفيرست تايمز الفيرست. هنا 4 تايمز 8 ب 32 وهنا 4 تايمز 5 ب 40 تطلع ب 72. لكن الثانيه لما كنت بشتغل كروس برودكت كان الاكستريمز ماينس المينز ونحط البربنديكولار عليهم. خلي بالك اوعى تختار لي ال 72. ها 72 يا مستر؟ يا ده انت لو كان طالب الورك 72، لو كان طالب التشينج ان كاينيتيك برضه 72. لكن طالما طالب التشينج ان بوتنشال انا عارف ان التشينج ان بوتنشال عباره عن نيجاتيف الورك، يعني نيجاتيف 72. اوكي جول طبعا. اوكي معايا كده. نشوف اللي بعده. سؤال برضه في اللذيذ منه مشهور مش صعب. عندنا سؤال تاني برضه مدي فورس تانية. الفورس بتاعتنا ب 5 ونيجاتيف 12. قال لي acts at point A. حاضر. بعديها قال لي في 2 points B and C in 2 different sides such that in the length of the perpendicular from B
at the length of the perpendicular from C. ماشي. انا احط هنا بوينت A عادي، احط هنا مره بوينت B، واحط هنا مره بوينت C. وبعدين هو قال لي اللينس اوف ذا بيربنديكولار من عند البي قد اللينس البربنديكولار من عند السي. مستر ما رسمتهمش ليه كده؟ هو ما قاليش بايسكت، بس انا هثبت لك ان هم هيحصل بايسكت. ليه؟ طبعا ليها طرق كتير جدا وكلها اسهل من بعض. انا لازم اكون عارف ان هنا المومنت اصلا كان عباره عن الفورس تايمز الهايت. طالما الفورس واحده وطالما الهايت قد الهايت، يبقى المومنت قد المومنت، بس الفرق ما بينهم ان في واحده بوزيتيف في واحده ايه؟ نيجاتيف. يعني اقدر اقول ان المومنت من عند البي قد المومنت من عند السي، بس خلي بالك يا مستر هم قد بعض بس ان ايه؟ ان اوبوزيت دايركشن. كمل. بيقول لي عايز الصم بتاعهم. طبعا الصم بتاعهم لازم يطلع ايه؟ لازم يطلع زيرو. بس تاخد انهي زيرو؟ زيرو فيكتور. اوكي ماشي. بس كده، بس كده. طب في شويه معلومات هنا بالمره نقولها. خلي بالك ان لو نزلت من هنا هيطلع المومنت من عند الايه قد المومنت من عند البي. يعني لو الاثنين كانوا سيم سايد والهايت قد الهايت يطلع المومنت قد المومنت. لكن لو كانوا ان تو ديفرنت سايد يطلع ايكوال، لكن ان اوبوزيت ايه دايركشن. هنا المومنت من عند الايه بيطلع بزيرو لو معدي عليها. تعالوا نشوف كمان فكره، يلا بينا. اف واحده بتاكت قد ايه، واحده بتاكت قد بي، واحده بتاكت قد سي. عايزين طبعا خلي بالك ان لو كانت اف 1 وكانت اف 2 وكانت اف 3 كلهم اكتس ات ذا سيم بوينت كنت جبت الريزلتنت. لكن هنا زي ما كنا بنشرحها دايما، انا عندي هنا في ثلاثه فورسز. في اف 1 بتاكت ات ايه، وفي اف 2 بتاكت ات بي، وفي اف 3 بتاكت ات سي. وهو عايز المومنت بتاعهم اباوت الاوريجن. طبعا الموضوع سهل جدا. بص كده، يبقى انا هجيب سمشن المومنت اباوت الاوريجن. انا هعمل ار كروس اف، وهعمل ار الثانيه كروس اف، هعمل ار الثالثه كروس الاف. طبعا طالما اباوت الاو فكده كده هبدا بالاو، والبوينت الموجوده على اف 1 اسمها ايه؟ وهنا هعمل او بي، وهنا هعمل او سي. طبعا او ايه اللي هي الايه، واف 1 2 ونيجاتيف 3. وبعد اذن حضرتك اتاكد لي من الاي والجي. انا كده نمسك واحده واحده. هعمل اكستريمز ماينس المينز واحط كي. الاكستريمز نيجاتيف 3 ماينس المينز 2 واحط كي، يعني نيجاتيف 5 كي. نمسك الفورس الثانيه او بي اللي هي بي كروس اف 2 اللي هي ال 5 وال 1، تطلع نيجاتيف 2 ماينس 10 واحط كي. نمسك الفورس الثالثه اللي هي من عند السي يا صديقي، اللي هي سي، تطلع 3 1. واتاكد ان كله برضه اي وجي كروس نيجاتيف 4 و7، تطلع 21 ماينس نيجاتيف 4 يعني بلس 4، فتطلع 25 كي. الشباب معلش احسبوا لنا دول كام. 8 ولا كام؟ 8 صح؟ عايز حاجه تاني؟ فيكتور برضه ماشي. شوف اللي بعده، يلا بينا. اللي فاتت برضه عايز اكد على حاجه، هو من نفسه حاطط لك فيكتور اصلا. اوكي، طب برضه خلي بالك ان انا هنا
قلت لك على طول دي من غير ما اقول لك ان في 2، هي زيرو فيكتور. تعال نشوف اللي بعده. قال لي the opposite figure represents the acceleration position graph ما بين الاكسلريشن والبوزيشن. ماشي، والله الجراف ده لو كان اس كنت اقدر اجيب الاس واقدر اجيب الفي واقدر اجيب الاكسلريشن، ولو كان في برضه كان نفس الكلام، كنت اقدر علمتك نجيب كل الكلام ده، بس المره دي هو جايبه الايه. فالايه هنعتمد اكتر، لو عايز الفي هنجيبها بالانتجريشن. كمل. اوه ده اكسلريشن واكس، حلو قوي. يعني انا لو عملت انتجريشن للاكسلريشن كاني هجيب الاريا. نقرا بس عشان ايه ما اقعدش اهري وعلى الفاضي. graph of moving particle moves in straight line starting from the origin point لحد الانيشيال. كان مدي initial velocity كده هتنفعني في حاجه. قال لي when the particle covered 30 meters، يعني مشي من الاول للاخر. عايز الفي سكوير. ماشي طيب، غلسه شويه بصراحه يعني، عشان هو عايز الفي سكوير. طب نمشي مع بعض بالراحه. انا عارف ان الاكسلريشن اصلا يا اما دي في اوفر دي تي، يا اما في دي في اوفر دي اكس. هتشتغل باني؟ طبعا مش محتاجه كلام، اكس. فانا هقول له الاكسلريشن عباره عن في دي في اوفر دي اكس. طبعا هي واضحه زي الشمس ان احنا هنعمل انتجريشن لان هو عايز الفي، بس انا هندردش مع بعض شويه. اعمل كروس مالتيبليكيشن. هعمل انتجريشن، فلما اعمل انتجريشن للاريا with respect to دي اكس كاني هجيب، مش كاني انا هجيب الاريا فعلا. طب واريا الترابيزيوم طبعا ما ينفعش اعمل انتجريشن واحده بس، اثنين. اجيب ازاي الاريا بتاعت ده ترابيزيوم. بنكتب هاف بيز 1 بلس بيز 2 تايمز الهايت. او قلت لك قبل كده لو نسيت يا معلم، ده عندي رايت انجل دي تراينجل وعندي رايت انجل دي تراينجل وعندي ريكتانجل. هات اريا بلس اريا بلس اريا. بس طبعا بالنسبه لك دي معلومه عبيطه اعتقد يعني. البيز الاولى اللي هي الباراليل، والبيز الثانيه اللي هي الباراليل. البيز الكبيره 30، البيز الصغيره من 10 ل 20. الهايت بتاعنا 10، فيبقى هنا هاف تايمز 40 تايمز 10، يعني نص ال 400 200. تعالى بقى نخش على الحوار التاني. برضه انا هنا المفروض كنت اقول لك ان هنا من الاكس نود اللي هي من اكس بزيرو لحد الاكس ب 30، لان خلي بالك كان ممكن يقول لك انا عايز الاريا من 0 ل 10 بس، من 10 ل 20 بس، من 20 ل 30 بس، او من حته معينه. لكن هو هنا بيقول لي الاريا بتاعتي انا عايز في الجراف كله لحد ال 30، من الزيرو لحد ال 30. تعالى بقى نخش على الفي. الفي حضرتك برضه انا هنا محتاج في نود ومحتاج في فاينل. في نود اعتقد انا قريتها كده لما خير يا جماعه، خير خير ان شاء الله. ماشي. قال لي هنا في نود بتاعتنا هنا بدايتنا 10. الفي فاينل ما جابش سيرتها فسيبها في. طيب طبعا دي يعني ما فيهاش مشكله، كلها ارقام، لكن دي هنعملها بستبس. انا هزود الباور واعمل ديفايدد عليه. يا رب بتاع التصوير ما يكونش خد باله. ماشي. ماشي، شيلوها لنا في المونتاج وحيد ابوك. المهم هنا بدايتنا هنا 10 ونهايتي في، يعني اول مره هعمل هاف في سكوير ماينس هاف 10 سكوير، يعني هاف في سكوير ماينس دي 100. نص ال 100 كام؟ 50. يعني هاف في سكوير ماينس، بص كده تاني احنا عملناها هنا، لا انا عكستهم. بص يا جماعه هي الدنيا هنا زحمه، ممكن يعني هصور خطي بس شويه عشان انا مش شايف. الدنيا كانت فاضيه. هنا دي 10 وهنا في، يلا هزود الباور واعمل ديفايدد عليه. مره هحطها في ومره هحطها 10. لو حطيتها في تفضل زي ما هي ماينس هاف. لو حطيت دي هنا باور 2 يبقى هنا فعلا ادي هنا 100، يبقى هاف
في سكوير ماينس هنا 50، يعني هاف في سكوير وهنا نيجاتيف 50، ودي ال 50 هناك تطلع 250 ايكوالز هاف في سكوير. اعمل في الاثنين تايمز 2 تطلع في سكوير بكام؟ ب 500. بس يكون الخط واضح اهي. اوكي، شوف اللي بعده. والقلم سليم الحمد لله. يلا شوف اللي بعده. عندنا سفير الماس بتاعها 500، وعناية راحت لقطت دي كده على طول. يعني بقول لك الماس اعمله ديفايدد باي 1000 تطلع هاف كيلو جرام. قال لي فول. طبعا لما يقول لك فول يعني معنى كده هي كانت في ايدي وقعت، يعني دي نود بزيرو والجرافيتي بتاعتي ب 9.8 متر بير سكند سكوير. فروم هايت يعني مدي الاس بتاعتنا ب 25 مترز. عايز ايه؟ قال لي وقعت على فيسكوس ليكويد سيرفيس ومشيت بيونيفورم فيلوسيتي. ماشي، اكيد عايز الامبلس. ماشي، يعني ايه امبلس؟ كلمه امبلس اصلا هو التشينج ان مومنتم، والامبلس كان ليه رولز كتيره قوي. الامبلس يا اما ايكوالز اف تي، يا اما انا عارف ان الفورس عباره عن ام اي يبقى تايمز تي، او اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي ام تايمز في ماينس في نوت. طيب بالراحه بقى كده عليا، عشان انا دلوقتي هقول له الامبلس عباره عن ام في ماينس في نوت. طبعا هنا الماس بتاعنا بهاف. انا دلوقتي طالما هنزل على ميه، فانت هتجيب الفيلوسيتي اول ما اخبط اللي هي في، يعني لو اشتغلت من ايه لبي انت هتجيب لي في فاينل عشان نمشي مع بعض بالراحه. تعالى كده نجيب في فاينل. عندي في نود وعندي جرافتي وعندي اس وعايز اجيب في فاينل. مين ما جاش سيرته يا شباب؟ اللي ما جاش سيرته التايم. طالما التايم ما جاش سيرته هنشتغل بالرول الاخير. ده بزيرو يعني 2 تايمز 9.8 تايمز الاس ب 2.5، واللي يطلع نعمل له روت. حسبته لنا دي 14، يبقى دي 49 قصدي. ماشي، يبقى دي روت ال 49 7. دي بالنسبه لي اللي هي في انيشال. واستنى هنا شويه كده ثانيتين. خلي بالك ان المساله دي منها كذا نوع. لو انا رميت كوره ورجعت لي، الاوضه مسكونه يعني، ماشي، رميتها ورجعت لي، فكان ده دايركشن وده دايركشن. رميتها لتحت وطلعت لي، ده دايركشن وده دايركشن. رميتها لفوق ونزلت لي، ده دايركشن وده دايركشن. ففيهم واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف. لكن طالما الكره نزلت في الميه وكملت يبقى هما الاثنين سيم دايركشن، يبقى الاثنين بوزيتيف. فعشان كده انا حطيت دي على طول بوزيتيف. تعالى بقى نحسب الفيلوسيتي لما تكون ماشيه بيونيفورم فيلوسيتي. اتفقنا يبقى من بي لسي همشي بيونيفورم فيلوسيتي بالماجيك تراينجل ده، ان هو ان الفي ايكوالز اس تي. طب هل يا مستر هاخد نفس الفيلوسيتي؟ لا طبعا، هو حصل اكيد لص في الفيلوسيتي. ليه؟ لان مش هتمشي بنفس السرعه. اكيد السرعه في الهواء مش نفس السرعه في الميه. سرعتك في الهواء مش نفس الميه، يعني معروفه يعني. طيب تعالى كده نجيب الفيلوسيتي. هنا هي عباره عن اس اوفر تي. الاس عشان ما لمحتش الاس. لا والله العظيم، لا والله العظيم، ده طيب ومحترم. ده هو مديها لك جاهزه. والله العظيم ابن حلال، ابن حلال والله. ماشي خلاص، ده يعني في اللذيذ قوي منه. حسبته نيجاتيف 21 اوفر 8. عايز احسب ربع 0.5 وهعمل هنا 1.75 ماينس 7. صح ماشي، اللي هي ديسمال نيجاتيف 2.625. طبعا الماس هنا بالكيلو جرام وهنا متر بير سكند. عايز نورم ولا حاجه؟ لا، عايز امبلس جاهزه. سؤال برضو سهل جدا. تعال نشوف كمان فكره. يلا بينا هنا. عندنا سؤال تاني. اول مره اشوف سؤال روت كده جايبه يعني كده قرعه كده. ماشي، عندنا روت. هات الام، هات الميو على طول. ماشي يا عم، ماشي، افتكر يا عم افتكر. بقت كده. طيب عايز الميو.
طب ما فيش سموث ولا رف ولا اي حاجه ولا اي حاجه جدعانه منك ولا يونيفورم رود ولا اي حاجه. اقول لك هو كان ناسي يكتب ايه؟ والله واضح ان الويت بيكتب في الميدل، يبقى المفروض كان يقول لك ايه بي از ا يونيفورم رود. ده اول حاجه. وبعديها طالما ده رياكشن بس يبقى هقول لك هنا محطوط على فيرتيكال سموث بلين. احنا هنقرا لك السؤال. وبعدين طالما هنا في ميو يبقى هنا محطوط على هوريزونتال جراوند عشان تبقى رف. ماشي. وطبيعي لازم يقول لي ان البادي از يونيفورم، بس بالمره ما هو ما قالش حاجه. البادي از يونيفورم، فطالما يونيفورم هقول له ايه؟ يمين قد شمال فوق قد تحت سمشن المومنت عند اي بوينت زحمه زيرو. قلنا لك السؤال، تعالى بقى نحل. هو انت حط السؤال وانت حل، احنا حاطين لك اللي تشوز بس. كتر الف خيركم والله العظيم، كتير علينا كمان. طيب هقول سمشن الاكس بزيرو يعني يمين قد شمال، يعني ار1 ايكوالز ميو اس ار2. وقفت. سمشن الواي بزيرو يعني اللي فوق قد اللي تحت، يعني ار2 ايكوالز الدبليو. وقفت برضه. سمشن المومنت عند اي بوينت زحمه بزيرو. انا بحب دايما اجيب المومنت عند البي. ليه؟ عشان اخلص من دي وعشان اخلص من دي ما يتبقليش غير حاجتين. مستر هو مش مدي اللينس اوف ذا رود، هو مش مديك حاجه اصلا. بس دايما حتى في المسائل دي كنا بنسمي لينس الرود تو ال عشان اسمي دي ال ودي ال. يلا بقى بينا نعمل السيركل بتاعتنا، واي حاجه ماشيه في الروتيشن ده بتاخد ايه؟ بتاخد ساين نيجاتيف. طب يلا كده بينا مع بعض. بالنسبه انا عندي ويت، وبالنسبه انا عندي ار1، وهنحط هنا زيرو. بالنسبه للويت، الويت هلف كده بوزيتيف، طاش بس يعني جدعانه يعني. طيب لينس البربنديكولار، انت بتنزل من مين بربنديكولار؟ يعني انا بنزل من البي بربنديكولار على الويت، يعني احنا عايزين لينس الحته دي. طيب دي هتتجاب طالما الهايبوتنس موجود، بتكتب الهايبوتنس. لو هتجيب السايد اللي في وش ال 45 يتجاب بالساين، اللي على جنب يتجاب بالكوساين. وقلت لك بيبقى ابن حلال مصفي لو مديها لك 45 عشان لو غلطت الساين 45 قد كوساين 45. بس هنكتبها صح برضه. يبقى هنا ال كوساين 45. خش لي يا معلم على ار1. ار1 اهي هتلف نيجاتيف، البربنديكولار عليها اللي هو الاي سي لان ناف قده في اللينس. يبقى انا هكتب 2 ال الهايبوتنس واكتب ساين 45. طب تعالى بقى حته سمبليفاي كده. الساين 45 قد الكوساين 45 والال قد ال. يبقى اتحولت ان الدبليو مش مدي حاجه اصلا. الدبليو بلس نيجاتيف 2 ار1 ايكوالز 0. يعني الويت ايكوال 2 ار1 وشكرا. طب ما تجيب ار1 بقى. يبقى الار1 هاف دبليو. ليه بقى؟ هقول لك ليه بقى. بص بقى، ار1 بهاف دبليو وار2 بدبليو. تعالى بقى نعوض في دي. نروح شايلين ار1 ونكتب هاف دبليو، ونروح شايلين ار2 ونكتب دبليو. يبقى ميو اس تطلع بكام؟ اشطط. سؤال برضو في اللذيذ منه. تعال نشوف اللي بعده. ده لسه الاسي ما جاش. ماشي. عارفينها المسألة دي. المسألة دي من غير ما نقراها كده على طول انا عودتك نبص كأنك انت اي اي. هنا في فورس من كذا لكذا، في فورس ان ترمز اوف اس، يبقى في انتجريشن من كذا لكذا. وش هيقول لك عايز الورك من 0 ل 6، فهتعمل مره دي وتعمل مره دي. ده سكه كده يعني. بيقول لي هنا ايه؟ عندي فورس الماجنتيود بتاعها اف نيوتن acts on a body at a constant mass. So the body moves in a straight line in the same direction of the force. If الفورس بالكلام ده where S is the displacement then the change in kinetic energy from 0 to 6. يبقى ما شاء الله سأل في الورك وسأل في التشينج ان كاينيتيك وسأل في البوتنشال. يعني ده جميل جدا. طبعا انا عارف كده كده ان التشينج ان كاينيتيك انرجي عباره عن الورك دان باي الفورس. والورك ده لما كان بيتجاب خلي بالك هنا الورك اصلا عباره عن اف دوت اس. بس خلي بالك
ان الاس هنا فاريبل، فمش هجيبها بالطريقه دي. امال ايه؟ انا هعمل في الحاله دي انتجريشن ويز ريسبكت تو دي اس. مستر بالراحه عليا. بص يا حبيبي، هو الموضوع سهل جدا. الورك اف دوت اس لو ما كانتش الاس فاريبل، لكن طالما الاف فيها اس فانت بتعمل انتجريشن للاف ويز ريسبكت تو اس، وهنا اس نود وهنا اس فايل. الموضوع كده سمبله خالص. فهنا بدل ما هعمل اف دوت اس، طالما هنا ان ترمز اوف اس يبقى هعمل انتجريشن. بس هو عايز من كام لكام؟ هو عايز من 0 ل 6. ما اقدرش اشتغل كله هنا لان الحته دي بس من 0 ل 3. ما اقدرش اشتغل هنا عشان دي من 3 ل 6. فانا هقول له ايه؟ انا هشتغل يا مستر من 0 ل 3، وهاخد الفورس اللي هي 2 اس سكوير بلس 3 with respect to 2 دي اس، وهشتغل من 3 ل 6 ونشتغل بالفورس الثانيه 15 ماينس اس سكوير with respect to 2 دي اس. ومش عايز اقول لك ما تتعبش نفسك، دي كالكوليتر ودي كالكوليتر، هتطلع شاكب راكب كله 9 يا جماعه. 9 9 جول كالكوليتر بلس كالكوليتر. اوكي، موضوع في اللذيذ منه. لو كان عايز البوتنشال كنت حطيت نيجاتيف. نخش الاي سي بقى. سكوير، بحب السكوير بصراحه. كل الانجل فيه 45 والدايجونالز بيربنديكولار والسايدات بيربنديكولار. انا بحب السكوير. عندنا سكوير اي بي سي دي، السايد بتاعه 6، اتش belongs to بي سي. تبدا ترسم طبعا. يا ريت بلاش السؤال الغبي، مستر لازم ارسمه 6 في الامتحان ولا لا؟ هات ابوك، عشان بس في حاجات كده بتجيب لنا ايه، ارتكاريه كده. فهنا انت بترسمه وتكتب عليه 6 بقى 6 عادي يعني طول عمرنا. بعديها قال لي اتش belong to بي سي. ماشي. قال لي من بي ل اتش 1. حاضر. كمل. بعديها قال لي طبعا طالما 1 يبقى الباقي 5. بعديها قال لي في 1 2 3 4 5 فورسز للحبايب. اول فورس في الدايركشن اوف اي بي 1. في فورس ماشيه في الدايركشن اوف بي سي ب 2. وفي فورس ماشيه من السي دي، هم لحد كده سايكليك. وفورس ماشيه من الدي اي 4. الاي سي بوظت الدنيا. ماشي. من ال سي طبعا هم لو كانوا كده كنت قلت عملوا ايه، عملوا قابل، لكن اي سي بوظ الدنيا خالص. مم. يا ابن اللذين. بس كده. ايوه عايز ايه؟ عايز الماجنتيود اوف ذا اف. قال لي if the line of action of the resultant pass through h. طبعا بص، هو هنا قايل لك كلمه مهمه جدا. قال لك الريزلتنت بيعدي على اتش. طيب هو المفروض اصلا ان summation المومنت at any point equals المومنت of the resultant at this point، صح؟ ده المفروض. بس احنا عشان ما نتعبش نفسينا هنعمل حركه صايعه جدا. ايه هو؟ انا هسمي البوينت دي حضرتك، هسميها اتش. يبقى مومنت ريزلتنت ات اتش، وطالما الريزلتنت معدي على الاتش يبقى دي بزيرو. طبعا انت ممكن تلاقي حد على طول يقول لك المومنت ات اتش بزيرو، بس انا بقول لك جت منين؟ تاني، يعني سمشن المومنت ات اتش ايكوالز المومنت. نكتبها كده ايه بشكل حلو، او سيبها كده عادي. ماشي. سمشن المومنت ات اتش ايكوالز المومنت اوف ذا ريزلتنت ات اتش. طالما الريزلتنت معدي على الاتش يبقى دي بزيرو، يبقى سمشن المومنت ات اتش بزيرو. يلا بقى عشان احنا ورانا عركه. يلا بينا.
نبدا بمين؟ طيب مبدئيا طالما عدى على الاتش دي الوحيده اللي مشت خساره. ماشي نبدا بقى كده بالترتيب. تعال نشوف ال1. ال1 حضرتك عشان نروح للاتش هلف بوزيتيف. البربنديكلر عليه هنزل من الاتش بربنديكلر على ال1 تطلع ب1. كده ال1 خلص. بلاش تشطب عليها. تعالى كده نبدا نشوف ال3 ونبدا نشوف ال4. بعد كده نشوف الاتش. كل الكلام ده ايكوال 0. يلا بينا. بالنسبه لل3، ال3 حضرتك عشان تروح للاتش هتلف كده بوزيتيف. هنزل بربنديكلر من الاتش على 3، من الاتش بربنديكلر على 3 اللي هو اللاين ده. وطالما السايد كله كان ب 6 يشيل منها 1 يتبقى الحته دي 5. ال4 ماشي. ال4 حضرتك هتلف كده، يعني هتلف بوزيتيف. لو نزلت بربنديكلر من الاتش على الفورس اللي هو اللاين ده اللي هو قد السايد بتاع السكوير يعني برضه 5. قصدي ب 6. قول تاني عشان تاني. دي هتلف كده بوزيتيف، وهنزل بربنديكلر من الاتش بربنديكلر يعني قد اللينس بتاع السايد بتاع السكوير اللي هو كان مديهولك ب 6. اتبقى كده مين؟ ما اتبقاش بس غير الاف. الاف دي حضرتك هي كانت ماشيه ازاي؟ اي سي ولا سي اي؟ اي سي. الفورس كده دي هتلف كده يعني نيجاتيف اف. هنزل بربنديكلر عليها من عند الاتش. لو نزلت بربنديكلر عليها من عند الاتش، او بلاش مش عايز تنزل بربنديكلر عليها من عند الاتش، اشتغل بالطريقه بتاعتي، وصلهم ببعض وخد ساين الانجل ما بينهم. انا بالنسبه لي الطريقه دي هتبقى احسن، بدل ما انزل بربنديكلر ونشتغل اكليديان والحوارات الكبيره قوي. لا انا هكتب على طول هوصل ما بينهم اتش سي، وقلنا ان طالما ده 1 يبقى ده 5 تايمز ساين 45. شكرا 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 شكرا. وهنا 5 دي روت 2 اوفر 2. ماشي ادي دول كده يا جماعه، عملوا لنا دول كده ودهم لنا الناحيه الثانيه، فدي تطلع 5 روت 2 اوفر 2. وهنا اف دول 24 يبقى كده 25، يعني هتطلع هنا 25 واحط عليها 15 فتطلع 40. يبقى الاف بتاعتنا هعمل 40 ديفايدد 5 روت 2 اوفر 2. كام يا شباب؟ 8 روت 2. شكرا. جرام وايت. سؤال سهل. اوكي تعالى نشوف اللي بعده. يلا بينا. عندنا سؤال تاني. عندي كار descend a slope from rest. معنى كلمة from، بص بقى ده اساي بقى طالما from rest. ايه الارجوحشة دي؟ يعني معناها ان في نوت كانت بكام؟ بزيرو. قال لي اللينس 180 متر والهايت 10 متر. ماشي، يعني واضح ان هو كان على حاجة عالية. كان هنا مثلا وكان على هايت 10 متر، واللينس اللي هو هيمشي 180 متر. طبعا حوارات كتيره جت في دماغي، حوارات كتير، في ورك وفي تشينج كاينيتيك، يعني في حوارات. قال لي ايه؟ It's given that 3/4 of the potential is loss due to overcoming of the resistance. يعني الريزيستنت لوحدها ب 3/4 البوتنشال. ده كلام جميل قوي قوي. قال لي find the velocity at the end. طيب بص بقى، انا حضرتك هسمي دي ايه واسمي الاند هنا بي. مسألة عظيمة. وهقول له هنا ان هنا عندي ايه. طب ده شيء جميل جدا. طالما الموضوع هايت وفيلوستي، لو كان هايتس بس كان بوتنشال بس، لو فيلوستي بس يبقى كاينيتيك بس. الاتنين جايين مع بعض. هتقول لي لينا اتنين رول، واحد لو كان نو ريزيستنس، واحد لو كان في ريزيستنس.
لو كان نو ريزيستنت كنت بقولها ايه؟ الكاينيتيك والبوتنشال قد الكاينيتيك والبوتنشال. لكن طالما هنا في ريزيستنس فهديله الرول الثاني بقى، هقول له ايه؟ ان الكاينيتيك والبوتنشال عند الفاينل ايكوالز الكاينيتيك والبوتنشال عند الانيشال ماينس الورك against the resistance. شكرا، خلصت. ليه خلصت؟ امشي معايا. هنا دي هاف ام في سكوير من عند البي، وهنا هاف ام في سكوير اللي انا كتبته ده دي البوتنشال ام جي اتش يا ولد، وهنا ام جي اتش من عند البي، وهنا هاف ام في سكوير من عند الاي، وهنا ام جي اتش عند الاي، وهنا الورك. وتعالى كده against resistance. تعالى بقى نشوف مين هيمشي. خلي بالك ان من عند الاي الكاينيتيك باي باي بزيرو، وخلي بالك عند البي مفيش هايت يبقى باي باي. يعني هقدر اقول هاف ام في سكوير بي، ودي اللي هو عايزها ايكوالز ده اللي هو البوتنشال. حلو قوي. انا هرجعها تاني بوتنشال عشان حاجه معينه. لو انت قريت بيقول لي ايه؟ given that ان 3 كوارترز من البوتنشال لوس، يعني الريزيستنت لوحدها 3 كوارترز البوتنشال، وهي دي التيتا اللي في المساله. خلاص كده خلصت، هي دي التركايه. هنا 1 ماينس 3 كوارترز بكوارتر، يعني هاف ام في سكوير من عند البي ايكوالز كوارتر تايمز الام تايمز الجي تايمز الاتش. شيل الام مع الام، يعني هوصل ان هاف في سكوير من عند البي ايكوالز كوارتر تايمز الجرافيتي تايمز الهايت اللي هو 10، يعني في سكوير من عند البي ايكوالز كوارتر تايمز 9.8 تايمز 10 اوفر هاف، تطلع ب 49. يبقى الفيلوسيتي عند البي روت ال 49.7 متر بير سكند. اوكي. استرشادي مختلف عن الاسترشادي بتاع السنه اللي فاتت. في افكار برضو مختلفه. باذن ربنا هتلاقي كده عندك على الويب سايت، هتلاقي كل استرشادي بتاع السنه اللي فاتت واسترشادي السنه دي. اقول لكم ربنا معاكم واشوفكم احسن ناس في الدنيا. ما تنساش ماس من غير حل زي حموم من غير بقى. اوعى تكون بتسمع بس. هحكي لكم بس على حاجه صغيره حصلت قصادي. يا مستر انا فاهم بس مش عارف اكتب. حبيبي انت مش بتمسك ورقه وقلم وبتحل، انت بتحل بعينيك. فما تجيش اخر السنه وتقول انا مش عارف احل. هقول لك عامل زي ايه. اسالك سؤال. لو انت بتروح النادي مع واحد صاحبك بيتدرب وبيعوم جامد جدا، هو معنى ان انت بتتفرج عليه يبقى انت اللي بتعوم؟ لا، هو بيعوم، هو بيعوم، انا بعوم، انا بعوم. لكن مش كل ما تقعد جنبيا وانا بتفرج انت بتتدرب، لا انت لازم تنزل وتعوم. يعني هو انا بنزل اعوم قصادك، انت بتشجع ماشي، لا انت لازم عشان تعرف تعوم لازم عشان تعرف تعوم لازم تنزل تتدرب ماشي. لكن هتفضل اما انا كل يوم بروح النادي، انت عارف انت بتفكرني بالظبط بيا، بالظبط بيا انا كل يوم بروح الجيم. بص انا بدفع اشتراك السنه كامله بس ما بروحش الجيم، مش هخس. يلا اقول لك ربنا معاكم ملوش لازمه، بس عشان خاطر احل بايديكم اللي انا بقوله ده. يلا باي باي، سلام.